الاهداف؟ لا ما تبقاش. طيب اتفضل حضرتك. يعني اولا انا بشكركم بتدوني فرح ابن الفنان خالد زكي. هي مش مشكله قله الادب اللي عملها مين، هيتربى هو وابوه. لا هو ابوه واخوه، واللي ما يعرفوش ان اخوه باعت سيديهات المدربين بمجرد ما هو مشي. هو بيقول انه زعلان انه قيل على الهوا. لان الفضيحه كانت على الهوا. لا سيبك خلي حازم في جنب. كلمه حازم اسمها الفضيحه كانت على الهوا. المسخره بتاع الماتش كانت على الهوا. مش مشكله تغلب، الهزيمه دي مش هي المشكله. المشكله انك انت واحد بيهرج مش عارف قيمه النادي اللي هو مسؤول عنه. فالوضع الطبيعي انه مجلس اداره اجتمع مع طارق وخد قرار، وبقول لك انه ما حدش قال له لا. انا بلغت اسماعيل يوسف بلغه انه تمت اقالته هو وحازم، لان انا مسؤول عن نادي كبير، مسؤول عن 40 مليون. هو لو فاكر الكلام العبيط اللي قاله ده يهزني، اولا هو كان سكران وانا هحلله، واقسم بالله يا ميدو انا اخلي اصغر عيل عندي في الرمل هيضربك بالخرزان على مؤخرتك عشان يفوقك. انت يا ولد بتتكلم عن سيدك مرتضى؟ انت يا عميل قطر يا خدام موزه بتتكلم عننا؟ ولا بيقول لك دجل. احنا خدنا الدوري بالدجل. طب الكاس اللي انت خدته كان بالدجل؟ بيقول لك واحد شيخ كان بيركب معاهم الدجال 7000 جنيه. 7000 جنيه في عينك يا سافل يا قليل الادب. طب انا بتحداك لو اللي انت قلته ده صحيح حصقين بتحداك. بقول لحضرتك ان هو معاه الصور يعني. نطلع بقى الصور. بس لو طلع كذب مش هضربك اللي بالجزمه بقى على دماغك ودماغ ابوك. انت ايه الادب؟ وانا دلوقتي املك ما خلاكش تنزل بيتك لمده سنه انت وابوك. يعني انت وابوك انت ناس تاريخك. انت ريت من نادي الزمالك وانت لسه عيل مشكل. فاكر؟ الناس يحلت هربان. انا اللي رجعتك الحقيقه. اولا احمد مرتضى اللي مش عاجبك ده، اللي لو مش عايز اقول لك يعني جزمته بدماغك على الاقل ما بيسكرش. مالكش دعوه باحمد وامير احسن دول مش فدان قوي. تقول لي حكومه شجاعه ايه؟ ده هو كان سكران واللي قاله ده كله كذب. في محضر حضرتك ان هو سكران طبعا. واحد سكران. انا هخليك تنسى اسمك. انت لو انت بتحب نادي الزمالك بالعكس، انا لما اتكلمت عنهم بمنتهى الادب والاحترام وانت قد واجبهم ودورهم وما فيش. انت بتقول على مرتضى بيه كلب يا جزمه قديمه. مرتضى منصور ده انا جزمتي بدماغك انت وابوك. وانا مش هربيك لوحدك، هربي ابوك لان ابوك ما عرفش يربيك. ابوك اللي باعك وانت صغير ووداك اوروبا، وانت عارف اللي بيروح اوروبا في السن الصغير ده بيحصل له ايه؟ اكشف عليك واديك الطب الشرعي. انت شايف شكلك بقى عامل ازاي؟ هتروح الطب الشرعي وحط امك. كل كلمه قلتها غلطت فيها هتدفع ثمنها غالي. انت دلوقتي بتقول دجل كذاب زي ما قلت. طب انت بالدجل. طب والكاس؟ طيب بطوله افريقيا بتاعت كره اليد في تونس كانت بالدجل؟ كانوا ب 7000 جنيه هناك يهبل. طيب بطوله كره اليد، بطوله الكره الطايره بتاعت الدوري. طب الكاس الثاني، الكاس الاولاني اللي انت خدته كل ده كان دجل. انت اسأت نادي كبير محترم اسمه الزمالك جزمه اصغر مشجع فيه بقلب دماغك انت واللي رباك. ده لو كنت اتربيت. ده رد سريع كده. وبعدين بتقول انا كنت بتدخل. طب لو انا بتدخل وانتوا كل ما تمشوا تقولوا بتدخل، هو الراجل فيكم هو بيدرب ليه ما يقولش انا بتدخل؟ انا اللي مشيت ابراهيم صلاح وقلت مش قادر يقف. انا اللي قلت مكي مش طايقه. انا اللي قلت باسم خلص اللي عنده. انت بتدمر فريق. احنا لسه بالرم من امبارح اللي انت عملته، الخرا اللي انت عملته والاباب اللي انت عملته. انا مش فاهم انا. هو انت عشان طردت وبعدين انت بتتابع الماتش ده اللي انت كسبته تقول مرتضى منصور ايه الادب؟ ده مسيدك وسيد ابوك. ده حسام وصفي ده ما يقدرش يقف قدامي. انما الغلطه غلطتي اللي دخلت واحد زيك راح اوروبا وصغير. عملوا معاك ايه يا ولد في اوروبا انت صغير يا ولد؟ عارف عملوا فيك ايه؟ والمدربين الحلوين كانوا ايه؟ انسان سافل مش متربي. بس مش هذه القضيه. القضيه بكام ده ينزل قناه الحياه. انا اوريك دلوقتي تليفوناتي. هبعت لك اللي انا قلت له ارد على ايه اللي كلمت ده كذاب رفض. كلمته مين ورفض. كلمت سيف زاهر رفض. انا ما عنديش مشكله. الكرافته الكحل اللي كان لابسها النهارده سيف فلوسها من الشركه الراعيه اللي انا متعاقد معاها. ما عادش عندي برزنتيشن. وانا كلمت حسام الامير دلوقتي. القصه انتهت.
لا انت فيها هتذيع للزمالك ولا الحياه هتذيع للزمالك. والاخ مدحت شلبي وفاروق جعفر اللي بقالهم 4 ايام بيتريقوا محمد ناصر على نادي الزمالك، لازم شعرك الاسود ده بالسابق يا مدحت يرجع ابيض تاني. انت مش مكسوف لما تقول ايهاب طلعت؟ اقول للناس ايهاب طلعت ده يقرب لك ايه؟ اقول فدي قله ادب وسفاله، والحمله دي مش هتاثر على نادي الزمالك. في قرار عن لا هو القرار هو خلاص ياخد. انا حلفت لازم اصغر ولد عندي في المجامر يضربه على المؤخره بالخرزانه عشان يعرف مين مرتضى بيه منصور. مش اسمي مرتضى منصور يا قليل ادب يا سافل. ها ده انا في فيديو تنزلوه عامل مؤتمر محاضره فيه 100,000 دول يحتلوا بلدك كلها. لكن يبدو ان انا لما طلعت اتكلمت عنك بادب واحترام كنت مؤدب وقلت ولاد النادي. حازم امام اللي سمح لي وانا المداخله، انا نصحتك ما تبقاش رئيس جهاز ونصحتك بقيت مدير كوره، قلت لك اشتغل مساعد مدرب اتعلم. قلت لك مثلا انا كنت معاود نيابه مساعد نيابه وكيل نيابه رئيس نيابه رئيس محكمه تدرجت، محامي استئناف محامي نظر تدرج. انت اللي صممت انت وصاحبك ابو بتاع من ورا دي، بس احنا كلنا خلاص عرفنا بقت من ورا كده ليه. ها بس بقى انبه عليك يا استاذ، مين اللي سماك ميدو؟ مين اللي خائن فاني خرابه سموك ميدو يالا؟ خرابه بلجيكا؟ لا مش خرابه هولندا؟ خرابه فرنسا ما فيها خرابات. قالوا ده العقب ميدو. بص يا ابني لما ابراهيم حسن جه غلط فيك انا تاني يوم شلت ابراهيم حسن قلت لا اسمح، بس انت بترد بالجنيه ولما فشلت انت قبل كده وخسرتنا الدوري رجعتك تاني وبديك اخر فرصه. انا عايز اشوفك هتدرب فين. انت بقى بتتكلم عن احمد وامين دول اسيادك يشتروك والله يشتروك وهم قاعدين في مصر، لا سافروا خرابات ولا حد خدهم في خرابات ورجاله. احمد ده الاصغر منك عضو بنك الشعب عضو برلمان نائب محترم كلمته بتهز مصر. انت مين؟ سكران 24 ساعه؟ طب تحب تتضرب فين يا ميدو؟ في بيتك ولا في بيت ابوك؟ بس انا راجل قانون مش هضربك ولا اخلي حد يضربك. هسيبك كده تموت من الرعب. انتظرني في احلامك وكوابيسك في اي لحظه هتلاقيني داخل لك حتى وانت بتحلم عشان تقيل الادب. ابوك وصفي ده ما ربكش، عارف ما ربكش ليه؟ لان هو نفسه ما ترباش. فاكر لما كان 2006 بتقول انا عايز العب في الزمالك ايام اللي كان المنتخب هنا، ها؟ وابوك عرف قال لك اوعى الزمالك ايه؟ احنا بتوع الزمالك لما طردوك من اوروبا جيت تلعب في الزمالك، الزمالك شالك. شايف وزنك قد ايه؟ انت عارف زكريا عارف ابراهيم ناصر؟ بقيت يا حبيبتي زي ابراهيم ناصر بتختخى كده وما شاء الله من ورا. خلاص؟ بالنسبه كان في استاذ احمد قال ان هو كان السبب في هو اللي جابه اول مره لما كان مع دكتور كمال درويش. اكيد هو اللي جابه طبعا، هو اللي جابه. بالك؟ بص يا ابني كوابيسك هطلع لك فيها. لسه النهارده كنت لسه بكلم احمد جلال طلبه، مش احمد جلال كلم حازم انه يجي مدير نشاط رياضي. لان انا دايما عايز اكبر ولادنا. اما انت ميدو لو انت راجل وابوك حسام وصفي راجل قرب من نادي الزمالك 20 كيلو. انا كده حضرتك اصدرت برد منعه ده جمهور هو اللي مستنيه، لانه ما هانش الزمالك. ما هنيش انا هان جمهور الزمالك لما يكذب يقول لك ده جال 7,000 جنيه. يا راجل لو في دجال بياخد 7,000 جنيه في الشهر يا هبل. ها يا راجل اقول للناس انك انت كنت شهر بتاخد 140,000 جنيه لما قلت لك 120,000 قلت لي همشي. عمال يعمل لي فين؟ اما سيف زاهد ومهيب انتوا مش انتوا اخترتوا قله الادب ورفضتوا ان انا ارد؟ يا راجل انا عملت مداخله، احمد خليفه عمل مداخله عشان اعمل مداخله وصف كده اول قلت انا مرتضى منصور كان قفل السكه لانه جبان. لانك جبان يا سيف انت مهيب، وحسابي مش معاك وحساب مع سيد بدوي. ما بعملش حساب مع حد صغيره. اما برزنتيشن النهارده خلاص ما عادش شركه راعيه ولا هتبس ايه؟ بتتعاقد مع قناتين، واحد عمال يتريق على الزمالك اسمه مدحت شلبي وفاروق جعفر ومحمد ناصر بقاله 3 ايام، واحد النهارده بيهين النادي ورئيسه. تشرب يا محمد يا كامل وتقول لي عليك شيكات هيحبسوك. ما يحبسوك انا مالي. اللي يتعاقد مع نادي الزمالك اسمها رعايه نادي الزمالك مش قله ادب عن نادي الزمالك. واي مواطن في الدنيا لما حد يقل ادب يطلب هوريك ان الرساله بعتها وداخله غصب عن اهلك لازم يرد، غصب عن اهلك واهل محمد الامين هيرد. ها مش ده محمد الامين برضه بتاع الاخلاقيات؟ مش ده محمد الامين اللي قال على السيدات السعيد المحترمات الفاضلات دول فاجرات؟ مش ده محمد الامين بتاع كليف؟ ها
ده يعرف، انا عايز اعرف محمد امين ده يعرف الخلق منين؟ مش ده بتاع البكابورتات؟ انا بشكركم قلتوا لي الفرح ونكمل، بدليل انه ده عيل عبيط وتافه. جيت بحضر سؤال بقى بسيط كده بكره بمناسبه ان الرئيس هيبقى في البرلمان، حضرتك ناوي هقول له كلمتين حلوين. ايه هم؟ طيب لا مش هقول لك. لا دلوقتي ولا حاجه، مفيش حاجه صغيره. لا هو ليه تبع السيد ايوه الرئيس. هتعتب عليك. ليه تبع السيد الرئيس ان ولاده الحلوين الطيبين بتوع الالتراس بعد ما عمل المبادره راحوا كلهم في فسطاط 5000 تحت حراسه الشرطه المحترمه، ودخلوا مسرح بالليل الشرطه، ودخلوا مسرح، ودخلوا اضاءه، ودخلوا تليفونات سودات عشان يقولوا عايزين نقتل مرتضى منصور. سياده الرئيس والولاده كده